مرحب بكم أصدقائي في قناة مريومة للتريكو والكروشيه. النهاردة هنتعلم غرزة جديدة تريكو هنعمل بيها جوانتي بدون أصابع بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هي غرزة سهلة وبسيطة خالص، ممكن نعمل منها بلوفر، ممكن نعمل منها سكارف، ممكن نعمل منها طاقية. غرزة التريكو تدخل في كل حاجة، فاحنا هنتعلم الغرزة بان احنا نعمل مع بعض جوانتي بدون أصابع. هنبتدي مع بعض حبايبي وهنشتغل خطوة خطوة عشان المبتدئين يتعلموا معانا. يلا بينا نشتغل كده اهوت من البداية خالص لغاية انا معاكم لغاية اخر سطر. حبايبي هستعمل خيط اسمه خيط باريس وهو 100 جرام. هستعمل معاه كمان ابرة رقم 4. هبتدي كده اهوت بسطر البداية الاول وهعمل 44 غرزة على الإبرة. سطر البداية كلنا عارفينه وتعلمناه، واللينك بتاعه موجود في صندوق الوصف في أسفل الفيديو. هعمل 44 غرزة كده حبايبي. أنا عملت 44 غرزة اهم على الإبرة. هبتدي بقى أعمل بليسيه، هعمل 2 معدول و2 مقلوب. بص حبايبي، السطر الاولاني ممكن نشتغلوه من ورا من هنا الغرزة الخلفية ديت، لان اول سطر بيبقى صعب قوي ان الابرة بتدخل عدل، وهي يعني هي واحد سواء اشتغلناه من هنا او اشتغلناه من هنا اول سطر مش مشكلة خلاص. وساعات احنا برضو بنشتغل الغرزة كده لما تكون الغرزة معانا مقلوبة نبتدي نعدلها ان احنا نشتغل من الفتلة الخلفية. فانا بشتغل اول سطر، هي مش هتفرق حاجة، بالعكس ده بتدي شكل جميل تحت في الغرزة. هبتدي كده اول سطر هنا غرزتين، وبعدين هعمل غرزتين مقلوبين، غرزتين معدولين، واتنين مقلوبين، والبليسيه كله هيمشي بالطريقة دي. اتنين معدول واتنين مقلوب. كده حبايبي بنعمل في السطر التاني اهو غرزتين واضحين خالص اهو، مقلوبين واتنين معدولين، وهكذا اهو. غرزتين دول معدولين اهو، غرزتين دول مقلوبين. استمر كده حبايبي، اعمل البليسيه بالطريقه ديت، اتنين مقلوب واتنين معدول، وهعمل حوالي 17 سطر. ده السطر التاني اللي احنا بنعمل فيه، يعني هنعمل كمان 15 سطر. اخر غرزتين مقلوبين اهو بالشكل ده، وهيبقى البليسيه بالشكل ده اهو. خلاص، يبقى انا هستمر كده بقى. انا عملت سطرين، يبقى هعمل كمان 15 عشان اكمل ال17 سطر. حبايبي انا خلصت البليسيه اهوت 17 سطر. هبتدي بعد كده بقى على القلبة كده اهوت اعمل سطر كله مقلوب علشان يبني من الناحية التانية كله معدول. ابتدي اقسم عليه الغرزة. السطر اللي هو بعد ال17 سطر بتاع البليسيه هعمله كله مقلوب بالشكل ده. كله مقلوب كده. هيبان بقى من الناحية التانية كله السطر كله معدول
عشان اقسم عليه الغرزة اللي انا هعملها اهو بالشكل ده. هبتدي بقى اقسم الغرزة. في اول الغرزة كده في غرزتين عدل، ادي 1 2، في لفة واللفة ديت هتبقى مقلوبة لان في غرزة بعديها مقلوبة، فانا هعمل اللفة مقلوبة واعمل الغرزة بعديها مقلوبة، وبعدين اعمل 3 غرز مع بعض مقلوبين كده. ادي 3 غرز اهم في غرزة واحدة، 3 غرز كده مقلوبين، وبعدين في غرزة مقلوبة، وبعدين في لفة معدولة علشان بعديها في غرزتين عدل، وابتدي اكرر بعد كده بقى لفة مقلوبة، واحدة غرزة مقلوبة، 3 غرز مقلوبين مع بعض، وغرزة مقلوبة، لفة بعد كده بس لفة معدولة وبعديها غرزتين معدولين. هعمل لفة بعد كده مقلوبة وبعدين غرزة مقلوبة، 3 غرز مع بعض مقلوبين في غرزة واحدة كده، وبعدين غرزة مقلوبة، لفة بس لفة عدلة وغرزتين عدل. اكرر تاني لفة مقلوبة بعد كده غرزة مقلوبة، 3 غرز مع بعض مقلوبين في غرزة واحدة كده بالشكل ده اهو، وبعدين غرزة مقلوبة، لفة معدولة كده، وبعد كده غرزتين معدولين. اكرر تاني لفة مقلوبة، غرزة مقلوبة، 3 غرز مع بعض مقلوبين كده في غرزة واحدة، غرزة مقلوبة، وبعدين لفة معدولة وغرزتين معدولين، لفة بعد كده مقلوبة، غرزة مقلوبة، 3 غرز مع بعض في غرزة واحدة مقلوبين، وبعدين غرزة مقلوبة، وبعدين لفة معدولة وغرزتين عدل كده حبايبي. السطر انتهى. هنقلب الشغل، السطر كله هيبقى مقلوب. السطر التاني اللي بعد كده بقى هيبقى كله مقلوب اهو بالشكل ده كده، كله مقلوب حتى اللفة هتبقى مقلوبة. السطر اللي بعد كده بقى هيبقى كله معدول، يبقى كله معدول بالشكل ده حبايبي كده. كده السطر كله معدول بالشكل ده اهو. هقلب الشغل وهيبقى السطر اللي بعده كله مقلوب، يبقى سطر في الغرزة وبعدين سطر مقلوب، سطر معدول، سطر مقلوب. كده خلص السطر اهو المقلوب كله مقلوب. هعدل حبايبي بعد كده الشغل وهكرر الغرزة مرة تانية. هعمل غرزتين معدولين، ادي 1 2، هعمل لفة مقلوبة وبعدين غرزة مقلوبة، وبعدين 3 غرز مع بعض في غرزة واحدة مقلوبين كده بالشكل ده، وبعدين غرزة مقلوبة، وبعدين هعمل لفة معدولة واعمل 2 غرزتين عدلين، هعمل لفة مقلوبة وغرزة مقلوبة، 3 غرز مع بعض مقلوبين في غرزة واحدة كده،
وبعدين غرزة مقلوبة، وهعمل لفة معدولة واعمل غرزتين عدل. هعمل لفة مقلوبة، بعدين غرزة مقلوبة، 3 غرز مع بعض في غرزة واحدة مقلوبين كده، وغرزة بعديها مقلوبة، لفة معدولة، وغرزتين عدل. هعمل لفة مقلوبة، غرزة مقلوبة، 3 غرز مع بعض في غرزة واحدة مقلوبين، غرزة مقلوبة، لفة عدل، وبعدين غرزتين معدولين، غرزة مقلوبة، وبعدين لفة مقلوبة وغرزة مقلوبة، 3 غرز مع بعض مقلوبين في غرزة واحدة، غرزة مقلوبة، لفة عدل، غرزتين معدولين. هعمل لفة مقلوبة، غرزة مقلوبة، 3 غرز مع بعض في غرزة واحدة مقلوبين، غرزة مقلوبة، لفة عدلة، غرزتين عدلين. هعمل بعد كده السطر اللي بعده كله مقلوب. كل السطر كده مقلوب كده. السطر المقلوب خلص اهو. هعدل الشغل وهعمل السطر كله معدول. لسه حبايب السطر العدل هعمل السطر اللي بعد منه اللي هو في قلبة الشغل هعمله كله مقلوب. هذا السطر المقلوب كمان كله خلص اهو. هبتدي بقى اعمل سطر الغرزة زي ما عملنا بالظبط. خلاص، اللي هي غرزتين معدولين وبعدين لفة مقلوبة، غرزة مقلوبة، 3 غرز مع بعض غرزة واحدة مقلوبين، وبعدين واحدة مقلوبة، وبعدين لفة عدلة وغرزتين عدل، وهكذا اكرر زي ما انا عملت بالظبط في الغرزة. خلاص حبايبي، نكمل نرتفع بقى بالشغل شوية كده، وبعدين لما اجي اعمل عند الصوبع هاجي اقول لكم نعملوه ازاي. حبايبي انا اشتغلت شوية اهوت. هنعمل بقى مكان للصوبع. انا عملت كم غرزة؟ عملت ادي غرزة، 2 3 4 5 6 غرز، 6 فوق بعض اهم. خلاص، دول 6. انا هبتدي بقى اقفل مكان للصوبع. هقفل 6 غرز من الناحية دي وهشتغل السطر بتاعي عادي خالص، وانا راجعة هقفل برضو 6 غرز كمان من الناحية دي. يبقى قفلنا من هنا وقفلنا من هنا. نبتدي نعمل كده مع بعض اهو كده. ادي غرزة، 2 3 4 5 6. هشتغل بقى السطر بتاعي عادي خالص خالص خالص. في غرزة هشتغل الغرزة اهو. خلاص، هشتغل ده سطر الغرزة. هبتدي فيه الغرزة بتاعتي عادي زي ما انا شغال، بس اهم حاجة ان انا قفلت 6 غرز اهم لمكان الصوب. هبتدي هنا هعمل اللفة اللي هي المقلوبة، وبعدين هعمل الغرزة مقلوبة، بعدين هاخد 3 غرز مع بعض وغرزة واحدة كده مقلوبين،
شغلي بقى عادي اللي انا بشتغله. وبعدين غرزة مقلوبة، وبعدين هعمل غرزة معدولة واشتغل 2 غرزتين عدل اهو بالشكل ده، واكرر لحد اخر السطر عشان يديني شكل الغرزة. خلاص لحد السطر اهو عادي خالص لحد اخر غرزة. حبايبي اهو انا بشتغل لغاية اخر غرزة في السطر. ادي الغرزة مقلوبة، وادي اللفة المعدولة والغرزتين العدل اخر غرزتين اهو كده اهو. قفلنا هنا 6 غرز واشتغلنا السطر بتاعنا عادي خالص لغاية اخر غرزة. هلف بقى الشغل بتاعي وهبتدي اقفل بقى ال6 غرز من الناحية دي اهو. ادي 1 2 3 كده 4 5 6. خلاص اشتغل بقى السطر المقلوب بتاعي كله مقلوب. اهو حبايبي بالشكل ده اهو. اصبح بصوا هنا بقى اهو مكان الصبع اهو. ادي ال6 غرز اللي احنا عملناهم من هنا، وادي ال6 غرز اللي احنا عملناهم من الناحية التانية. خلاص اهو هرتفع بقى بالشغل بتاعي عادي خالص اهو. يعني ده هنا الصبع بتاعي اهو، ده مكان الصبع اهو بالشكل ده. انا هرتفع مثلا بالشغل بتاعي زي ما انا عايزاه لحد هنا، عايزاه لغاية هنا، حسب الطول اللي انا اللي انا حباه. هيبقى بالشكل ده اهو اهو حبايبي. خلاص اهو اكمل بقى ارتفع بالشغل شوية وهنهي معاكم اخر سطر ونخيط سوا مع بعض. حبايبي انا هكتفي بالطول دوت كده بعد حردة الصبع علشان اعمل هنا بليسيه زي البليسيه اللي احنا عاملينه عند المعصم تحت. انا هنا عند الحردة عملت الغرزة عند حردة الصبع كده، عملت ادي غرزة وبعدين فيها غرزة ادي 2 ادي 3 ادي 4، واخدت السطر اللي هو المقلوب بتاعها والعدل والمقلوب. خلاص عادي خالص اهو. اشتغلت عادي الغرزة عادي خالص بالسطور بتاعتها. هبتدي بقى اجي هنا اهوت زي ما انا عاملة في المعصم غرزتين معدولين وغرزتين مقلوبين. هعمل كده برضو وادي غرزتين معدولين وغرزتين مقلوبين، 2 معدول و2 مقلوب. ادي 2 معدول وادي 2 مقلوب لغاية اخر السطر. خلاص هقلب الشغل بتاعي حبايبي وزي الشغل ما انا شايفاه. انا انتهيت بغرزتين مقلوبين، هيبقوا ورا هنا غرزتين معدولين زي ما انا شايفة الغرز هعملها. ادي غرزتين معدولين يبقى اللي وراهم مقلوبين، يبقوا 2 كمان معدولين اهو و2 مقلوبين و2 معدولين، وهكذا لغاية اخر السطر. اهو حبايبي بالشكل ده انا اشتغلت 4 سطور، 1 2 3 4. خلاص كده هبتدي بعد كده بقى اقفل السطر. احنا عارفين عملية التقفيل بتتعمل ازاي.
كل الغرز بالشكل ده. يا حبايبي لغاية لما اخلص السطر كله. يا حبايبي كده خلاص خلص الجوانتي اهو بالطريقة دي اهو زي ما احنا شايفين. انا قفلت اخر سطر اهو. هبتدي بقى اقفل كده، هجيب دي على دي الصبع على الصبع اللي احنا مقفلينهم اهو، وابتدي اخيط بقى حبايبي كده اهو. احط الغرز قصاد بعضيها كده بالطريقة دي وابتدي اخيط كده. انا هثبت في الاول كده كده، وبعدين ابتدي بقى اجيب الغرز قصاد بعضها كده وابتدي اخيط الغرز قصاد بعضها كده اهو اهو، وابتدي اخيط بالطريقة دي كده كده. ادي غرز اهي قصاد الغرز بتاعتها اهو كده 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 لغاية لما اخلص الجنب كله. حبيبي بالطريقة دي الغرز اللي قصاد بعضيها كده خيطها ببعضيها خلاص لغاية لما اوصل لاخر الجوانتي اهو. شوفوا كده من هنا اهو. خلاص هكمل لغاية الاخر بنفس الطريقة دي. بص يا حبايبي احنا قفلنا هنا الجنب ده كده كده اهو لغاية حردة الصبع هنا. هبتدي اقفل برضو من بعد حردة الصبع هنا لغاية فوق هنا اهو كده بالشكل ده بنفس الطريقة برضو اللي احنا اتعلمناها كده اهو. غرز قصاد بعضيها كده اهو لغاية لما اوصل لاخر غرزة فوق هنا كده. حبايبي ادي شكل النهائي اهو للجوانتي اهو بالطريقة دي اهوت. ممكن نلبسه بقى كده اهو اهو حبايبي بالطريقة دي اهو اهو. هو المعصم بتاعه طويل علشان يدفي الايد. طريقته سهلة وبسيطة خالص وما بياخدش وقت في العمل، والغرزة بتاعته جميلة وبتدي شكل حلو. شكرا لكم حبايبي ولمتابعتكم وربنا معاكم.